السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام. مرحبا بكم اليوم معنا في وصفة أخرى من وصفات شهيوات مريم نور. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة جد رائعة من تراثنا المغربي العتيق، وصفة ديال السفة المردومة أو السفة المدفونة. وصفة اللي تحمر لك وجهك قدام وليداتك وتحمر لك وجهك قدام ضيافك، وتقدروا ديروها حتى في حفلاتكم ومناسباتكم العائليه. نبداو على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا هنا عندي الدجاج اللي شرملته ليله كامله، تبلته هنايا بالقليل من القزبر الجاف، بسيبيسه، الخرقوم، زعفران الحر، ابزار، شويه ديال الملح والزنجبيل، وما ننساوش واحد شويه ديال السمن، وتبلناه بشويه ديال الماء وخليناه يبات ليله كامله باش الدجاج ديالنا يتشرب ديك التتبيله ويجي لذيذ وبنين بزاف. هنايا عندي بصله مقطعه شرائح رفيعه، حزمه ديال القزبر، معلقه صغيره السمن الحار، معلقه قرفه ومعلقه كبيره د العسل. وما نساوش بطبيعه الحال الشعريه ديال السفه تكون نوعيه ممتازه باش ما تعجنش. عندي هنايا المشماش اللي غادي نحتاجو في التزيين، غادي نسلقو ونعسلو بشويه ديال السكر مع الماء والزبده. عندي هنا الزبيب اللي كذلك غادي نعسلو بشويه ديال الماء، بعد ما يطيب غنضيف ليه السكر والقرفه والزبده. هنايا غادي نحتاج القرقاع، وهنا غادي نحتاج اللوز اللي غادي نفسخه ونقليه في الزيت. هنا عندي اللوز مفسوخ ومقلي ومجروش غادي نحتاجه في التزيين، زبدة حيوانية. نمر الآن للتطبيق. في طنجرة ديال الضغط غادي نضيف الدجاج اللي عندي اللي قلت لكم متبله من قبل وبات ليله كامله، غادي نضيفه في الطنجره. غادي نضيف عليه القليل من البصل ونديه فوق النار يتشحر، ونضيف ليه الماء ونسد عليه باش يتروى. هنايا غادي نحتاج الشعريه ديال السفه اللي غنجهزوها هي كذلك. كيف قلت لكم من قبل خاصها تكون من النوعيه الممتازه باش ما تعجنش لكم. الطريقه ديالها سهله وبسيطه. غادي نضيف ليها القليل من الملح باش يجي المذاق ديالها بنين، وغادي نلبسها بالزيت المائده، ضروري من هاد العمليه باش ما تعجنش لكم. نضيفوا القليل من زيت المائده ونحاولوا نبسوها مزيان باش دوك الحبيبات ديال الشعريه يتلبسوا بالزيت وما تخسرش لينا. هذه كعمليه اولى. كيف ما كتلاحظوا تنحاول نفركها السفه ديالنا حنيه، كنحاولوا باش تلبس بالزيت، نرشوها بالماء الساخن ونردوها ترجع تفور فوق النار. غادي نكون الى ان نزله طيب لينا السفه ديالنا تصبح ديال الكسكاس باش يفور لينا السفه ديالنا فوق البخار. اعزائي، الدجاج ديالنا بعد ما طاب غادي نصفيوه من المرق ديالو، نحطوه بوحدو ونخليو داك المرق في طنجره الضغط. غادي نضيفوا عليه البصله ديالنا اللي قطعنا من قبل شرائح رقيقه كيف ما كتلاحظوا. غادي نضيفوا عليها حزمه ديال القزبر ومعدنوس اللي ذكرناها لكم من قبل.
ونضيف عليها القرفه اللي قلت لكم، معلقه صغيره ديال القرفه. وما تنساوش المعلقه الصغيره ديال السمن، شي سمن يكون حار نيت، غادي يعطينا واحد النكهه رائعه وبنه ولذه لا تقاوم. وغادي نضيفو هنا معلقه كبيره ديال العسل. اللي ما متوفرش عنده العسل يقدر يستبدلها بملعقتين من السكر سنيده، اي السكر حبيبات، حتى هو تيقوم بنفس الدور. نحاولوا نحركوا الخليط ديالنا كيف ما كتلاحظوا، ونسدوا عليه في طنجره الضغط. هنا كيف ما كتلاحظوا الصفه ديالنا كطيب على البخار، خاصها طيب مزيان. هنا نزلت الزبيب حتى هو يتعسل من بعد ما يطيب. السفه ديالنا بعد ما طابت كيف ما كتلاحظوا غادي نقلبوها في قصريه، وغادي نضيف ليها فاني والسكر حسب الذوق وقطع من الزبده الحيوانيه، ونحاولوا نخليوها تشرب دوك المواد جميعها ونخليوها جانبا. كيف ما كتلاحظوا حنا فكينا السفه ديالنا قاديناها. هنايا الدجاج ديالنا بعد ما طاب وفتتناه قطع صغيره كيجي بهذا الشكل. في اناء التقديم غادي نحط مول ديال الكيك دائري، وغادي نحاول ننزل القليل من السفه اللي وجدت من قبل. غادي نضغطها مزيان بهذا الهراس ديال البطاطس باش تاخد الشكل ديال الاطار اللي دايره. غادي نضيف القليل من الدجاج اللي فتتنا بهذه الطريقه، نحاولوا نوزعوه جيدا ونحاولوا حتى هو نضغطوه بديك الطريقه باش يشد بلاصتو. هنايا البصله ديالنا كيف ما كتلاحظوا ناشفه، كنحاولوا حتى هي نوزعوها فوق داك الدجاج. هنايا غادي ندير الزبيب المعسل حتى هو حبيبات منه نرشو به، وهنا اللوز اللي حمرنا وهرمشنا من قبل. غادي نضغط كل شيء جيدا ونعاود نغطي بالسفه اللي جهزنا. كنحاولوا نوزعوها في جميع الاماكن باش تغطى ونضغطوها جيدا. اللي ما عندوش هاد الاله يقدر يضغطها غير بيدو باش تاخذ لينا داك الشكل ديال الاطار اللي حاطين. هنا بعد ما ضغطتها جيدا غادي نحط واحد الاناء الوسط باش نزين الوصفه ديالي. هنا غادي نوزع اللوز المحمر والمجروش. ملي كنوصل لهاد المرحله كل سيده بيت كتزين بالطريقه اللي تعجبها، يعني كل واحد كيختار طريقه التزيين اللي عاجباه. غادي نزين هنايا بقطع المشماش المعسل والقرقاع، اي الجوز او عين الجمل. هنايا نزلت الزبيب المعسل. هنا بيض السمان اللي سلقته حتى هو زينت به، اللي متوفر عنده يدير واللي ما عندوش يعني ماشي كاين شي مشكل، كل واحد يزين بالطريقه اللي عاجبه. هنا غادي نمر لمرحله الجوز كذلك واللوز. التزيين تيبقى اختياري، كل واحد تيزين بالطريقه اللي عاجبه. نتمنى تعجبكم طريقتي. نحاولوا هنايا نفكوا الاطار ديالنا
ببطء ونزيحوه ببطء باش يبقى داكشي مقاد كيف ما كتلاحظوا. اعزائي الوصفه ديالنا ها هي دابا الموجدات. نتمنى تنال اعجابكم واستحسانكم. اعزائي الا عجبتكم الوصفه ديالنا كما العاده ما تنسوناش من جيم وابوني وتفعيل الجرس، وخليو لينا تعليقات محفزه، وخليو لينا تعليقات شي حاجه تشهيتوها او اي حاجه بغيتونا نوجدوها لكم. اعزائي جربوا الوصفه وردوا عليا الخبر، لانها جات رائعه جدا وتستاهل تجربه. اعزائي الى اللقاء مع وصفه اخرى من وصفات شهيوات مريم نور. الشهيه طيبه ودمتم سالمين. الى اللقاء.